اكتر لغات برمجه بيستخدمها الايثيكال هاكرز. اول حاجه عندنا لغه البايثون، وهي لغه قويه جدا في الايثيكال هاكينج، وده طبعا بيرجع لبساطه اللغه دي وتعدد استخداماتها ومكسباتها الكتيره جدا، وده اللي خلى الهاكينج باستخدام لغه البايثون يكون بطريقه سلسه وفعاله، من كتابه سكريبتات لعمل اوتوميشن لاي تاسك مهم علشان بعد كده يوفر عليك وقت ومجهود. فكده البايثون قدمت لنا خدمات كتيره جدا كايثيكال هاكرز نقدر نقوم بيها. تاني لغه معانا في القائمه وهي الجافا سكريبت. ايوه انت سمعت صح، استخدام الجافا سكريبت ما بيقتصرش بس على الويب ديفلوبينج، لكن برضه بيتم استخدامها عن طريق الايثيكال هاكرز علشان يعملوا تحليل او انالايزنج لنقط الضعف او الثغرات، وكمان طرق الحمايه منها. بعد كده في عندنا السي والسي بلس بلس، ودول بيستخدموهم الهاكرز لما يحتاجوا ان هم يتعمقوا في السيستم، وعلشان يبنوا ادوات مخصصه او كاستمايزد تقدر انها تساعدهم، وبرضه علشان يقدروا يستغلوا نقط الضعف او الثغرات اللي في السيستم ده. اللغه اللي بعد كده وهي تعتبر البيز لانجويج المكتوبه بيها الميتاسبلويت فريم ورك، وهي لغه الروبي. من ضمن مميزاتها انها بتمكننا اننا نكتب سكريبتات سريعه جدا على اللينكس، وفي ادوات كتيره قويه جدا مبنيه على اللغه دي. ده غير انك تقدر بكل سهوله انك تبني الاداه الخاصه بيك باستخدامها. ده غير طبعا انها لغه موجهه للويب وتقدر تستخدمها كبديل طبعا للباش سكريبت، فهي ليها مميزات كتيره جدا اللغه دي. اخيرا وليس اخيرا عندنا الجافا والبي اتش بي. اللغات دي بتستخدم على نطاق واسع جدا في الايثيكال هاكينج، لانهم بيقدموا لنا مجموعه كبيره جدا من المكتبات والادوات، من فحص للشبكه لتقييم نقط الضعف والثغرات على الويب وغيرها كتير. بس ودي كانت لغات البرمجه اللي بنستخدمها كتير جدا في مجال السايبر سيكيورتي، واللي بيستخدمها اغلب الهاكرز يوميا.